المحامي الكويتي محمد المظفر من مواليد 1992 حصل على ماجستير بالقانون ويدرس الدكتوراه من عائلة فنية. محبوبه لدى الشعب الكويتي جمع بين الفن والمحاماة وصنع نفسه من الصفر. القبض على المحامي محمد المظفر بعد أن صرح بأنه بنى ثروته خلال 4 سنوات برأس مال يقدر 5 دنانير، حيث تم القبض عليه متلبساً في مكتبه الخاص وبحوزته أنواع مختلفة من المخدرات ومجموعه من الأشخاص معه حسب التصريحات الأخيرة. كما أمرت النيابة العامة بحجز المحامي محمد المظفر وشريكيه حسن التميمي وجوري السرحان لاستكمال التحقيق في التهم المنسوبة لهم، وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، التهريب الجمركي، جلب مؤثرات عقلية، وإساءة استخدام الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحامي محمد المظفر المتهم بقضية حيازة مخدرات في مكتبه قد اعترف بحيازته لكمية المخدرات المختلفة وأنه يتزود بها من فتاة عشرينية، فتم ضبطها حيث جرى أثناء التفتيش ضبط كمية من المخدرات معها، واعترفت بأنها تدار من شبكة خارجية وأنها هي من تزود المحامي.